تعرف ان 6 دقايق بس مسحوا حلم بلد كامله؟ زي النهارده في رمضان 2014 المانيا شغلت على البرازيل مهرجان الواحد ربك هو الواحد، الماتش اللي كان كابوس على كل ما هو برازيلي وكان مليان بارقام قياسيه سلبيه. المانيا داخله بعد معاناه في الماتشات اللي قبل نص النهائي، والناحيه الثانيه البرازيل داخله من غير الجولدن بوي نيمار وصخره الدفاع تياجو سيلفا. وعلى الرغم من غياب اهم اتنين في البرازيل الا ان البرازيل كانت داخله الماتش مرشحه للمكسب وعلى ملعبها وسط جمهورها. لكن اللي حصل خلى العالم كله متفاجئ، المانيا قلبت الماتش الحفله، 5 تجوان في اقل من نص ساعه، وفي 6 دقايق بس بتسجل اسرع سوبر هاتريك في تاريخ كاس العالم. والاغرب ان لو بصيت على ارقام المنتخبين هتلاقي تفوق للبرازيل، بس الكره ايه يا صاحبي؟ بالظبط زي ما انت قلت، الكره جوان. والمانيا ما توصتش وقلبت الماتش الحصه تدريبيه واستعراض عشان تنهي الماتش بالنتيجه اللي كلنا عارفينها 7-1، اكبر خساره في تاريخ البرازيل واكبر نتيجه في تاريخ نص نهائي كاس العالم. في 2014 البرازيل كانت بتحلم بالكاس على ارضها والمانيا صحتها على كابوس عشان المانيا تكمل المشوار وتكسب البطوله وبارقام تاريخيه. ودي كانت حلقه من سلسله زي النهارده في رمضان، لو عجبتك ما تنساش تعمل فولو عشان ما تفوتش بقى الليالي التاريخيه.